النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستعيذ من العلم الذي لا ينفع. ويجي هنا السؤال، هل في أصلا علم لا ينفع؟ هل ممكن أبذل مجهود وأضيع وقت وأتعلم حاجة وفي الآخر تضرني أو على الأقل تأخرني؟ الحقيقة في علم لا ينفع، وفي علم تاني ممكن يغير حياتك حرفيا. أكيد سمعت قبل كده عن ناس اتعلمت حاجة بسيطة، ولكن النقلة اللي حصلت بعد كده كانت مرعبة. بقى في مكان تاني خالص، مرتب تاني، بوزيشن مختلف وفرص جديدة، مع انه كان معاك امبارح بس النهارده بقى سابقك ب10 خطوات. الفيديو ده ليك لو انت طالب بتتعلم في مجال هندسي او طبي او تكنولوجي او علمي او اي مجال تاني، لاننا هنتكلم عن ان انت ازاي تختار العلم اللي فعلا ينفع، وازاي تتجنب العلم اللي هياخد من وقتك ومجهودك وما يدكش المقابل اللي انت تستحقه. وفي اخر الفيديو سايب لك هدية ممكن تبقى نقطة تحول في حياتك وهتفرق معاك بشكل جذري سواء في حياتك العملية او العلمية. فكمل الفيديو للنهاية عشان تعرف ايه هي. يعني ايه علم لا ينفع؟ مش كل علم هتتعلمه هينفعك، ومش كل مجهود هتبذله في العلم هيرجع لك بنتيجة. انا عاوزك تتخيل انك ماشي في طريق مخلص النية وبتتعلم بجد وبتجتهد وبتذاكر، ومحدش يقدر يقول انك كسول او مستهتر، لكن للاسف الطريق نفسه اللي غلط. وده اخطر انواع الاهدار، انك تضيع وقت وانت فاكر ان انت بتكسب. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستعيذ من العلم الذي لا ينفع، مش من الجهل بس. الجهل في وقت معين بيكون ارحم، انا عارف انك متفاجئ، بس الجهل في بعض الاوقات بيكون حيادي، هو مش هيفيدك بس برضه مش هيأخرك. انما العلم الذي لا ينفع بياخد من وقتك وطاقتك وتركيزك واحساسك ان انت بتعمل حاجة، وفي الاخر تحس ان انت واقف مكانك او ان غيرك سبقك بكتير. وده ليه؟ لانك كنت بتجري بس في الطريق الغلط. ممكن تبقى بتتعلم مجال مش مطلوب في بلدك، او برنامج ما بقوش يستخدموه، او مهارة ما بقتش مطلوبة اصلا، او حتى بتدرس اكاديمي بس من غير تطبيق وفهم. ساعتها هتفضل تتعلم وتتعب وتشتكي ان مفيش فرص، بس الحقيقة انك بتحفر في ارض مش ارضك. وخلينا اديك مثال عشان الموضوع يوضح شوية. تخيل طالب هندسة ميكانيكا قرر ان هو يتعلم لغة برمجة. حلو طبعا ان انت تتعلم برمجة، بس هل هو الانفع ليك دلوقتي؟ الاولى والاهم انك تتعلم برامج زي السوليد وورك والاوتوكاد. دي البرامج اللي انت هتستخدمها اثناء دراستك وفي مشاريعك وحتى في التدريبات بتاعتك. مش في الهندسه بس، الفكره دي ممكن تشوفها برضه في مجالات تانية، زي مثلا مجال زي العلاج الطبيعي. في ناس بتقضي وقتها ان هي تتعلم مساج او حاجات مش اساسيه زي الحجامه، بس لو ركز على حاجات زي تاهيل ما بعد العمليات او تخصص اصابات ملاعب فده هيكون ليه عائد افضل عليه، مرتب احسن، واكيد تقدير اكبر بكتير. طيب انا عايز احدد بقى العلم الذي لا ينفع ده عشان ابدا اتجنبه. كل اللي هتعمله انك هتطبق عليه ال5 حاجات اللي اقولك عليهم دلوقتي. اولهم، هل العلم ده حديث؟ يعني مثلا لو حد بياخد كورس في برامج ادوبي لازم تتاكد ان انت بتاخد كورس حديث، يعني ما نبقاش في سنه 2025 وانت بتاخد كورس الماتيريال بتاعته من 2016. اكيد فايتك تحديثات كتيره جدا. او حد تاني يكون بيتعلم لغه برمجه بس ما بقوش يستخدموها من 10 سنين، تاكد ان الكورس اللي انت بتاخده ده يكون حديث محدث ومطلوب في السوق. وده يودينا لتاني نقطه وهي اهم نقطه، هل الكورس ده ليه علاقه بسوق العمل؟ هل شفت اعلانات توظيف بتطلب المهارة دي؟ هل الناس اللي شغالين في المجال بيستخدموها اصلا؟ هل الوظيفة او المجال المطلوب ده مناسب ومطلوب في منطقتك او في بلدك؟ يعني مثلا خلال دراستي في مجال هندسة ميكانيكا التصميم فبشوف ان افضل مجالين في ميكانيكا التصميم، الجزء الاول وهو عملي ليه علاقة شوية بالتشغيل ومراحل التصنيع زي ماكينات CNC والواير كاتنج وكل ما يخص عمليات التصنيع. الجزء الثاني وهو علمي شويه وهو الR&D او البحث والتطوير. المجال ده مطلوب حرفيا في العالم كله، والشركات بتوفر له بوزيشن لوحده لانه بيوفر عليهم حاجات كتيره جدا. لان ممكن مهندس الR&D يقدر يزود من انتاجيه الشركه، يقلل من تكلفه الانتاج، وممكن حاجه بسيطه جدا يطورها تعمل طفره حرفيا في الشركه كلها. ولو عايزين تعرفوا اكتر عن المجال ده ممكن تكتبوا لي في الكومنتس وابقى اعمل لكم فيديو نتكلم بالتفصيل عنه. على عكس الناحيه الثانيه في مصر تقدير المجال ده مش كبير، يعني ما بنشوفش ان هو ليه مرتبات كبيره، وزي ما تقول كده ما بيقدروش ان هو فعلا ممكن يعمل طفره زي ما كنا بنقول. انما في تقدير كبير جدا بالنسبه للمهندسين اللي ليهم علاقه بتشغيل ماكينات CNC والواير كاتنج وعمليات التصنيع. يعني اللي انا عايز اوضحه لك ان المجالين دول من نفس التخصص حرفيا، بس واحد فيهم بيتقدر واحد تاني في مصر مش افضل حاجه. فلو انت حد حابب يسافر فممكن تاخد تخصص زي الR&D تتخصص فيه وتعرف عنه اكتر وتبدا تدرسه بشكل معمق. اما لو انت حد ناوي ان انت تكمل في مصر فاظن ان انت هتبقى بتضيع نفسك نوعا ما لو تخصصت في مجال زي الR&D، لانه لسه لحد دلوقتي ما بدأش ياخد حقه في السوق المحلي. واهم نقطة تسأل نفسك قبل ما تختار مجال، هل المجال ده فعلا السوق محتاج فيه ناس ولا السوق متشبع؟ وده طبعا هيزود من المنافسة وهيقلل من الرواتب. تالت نقطة، اتكلم مع ناس قبلك. اسأل ناس قبلك خدت الكورس ده، استفدتوا فعلا؟ اشتغلتوا بيها؟ ولا حسيتوا ان انتوا ضيعتوا وقت على الفاضي؟ خليك فاكر ان تجارب الناس كنوز. صديقي المشاهد، في حالة ان انت لسه ما عملت السبسكرايب فانزل اعمل سبسكرايب، عايزين بس نوصل 1000 مشترك. رابع نقطة، اختبر قبل ما تغوص. شوف نسخة تجريبية من الكورس، جرب اول فيديو واسمع ريفيوهات الناس،
شوف طريقة الشرح متقبلة بالنسبة لك ولا هتمل ومش هتستفيد. ساعات ممكن يكون محتوى الكورس ممتاز بس انت مش قادر تكمل دقيقتين لان طريقة المحاضر مش متقبلة بالنسبة لك او ان انت مش عارف تفهم من شرحه. ما تدخلش تدفع فلوس او تضيع شهور من غير ما تتأكد انك فعلا هتستفيد. وخليك فاكر ان وقتك لا يقل اهمية عن فلوسك، الاتنين خسارة لو ضيعتهم على الفاضي. خامس نقطة والاخيرة، بعد ما تتعلم لازم تطبق عملي. اتعلمت كورس لازم تعمل مشروع، اتعلمت مهارة جرب تشتغل بيها او تطبق تدريب. في دراسة اتعملت في جامعة هارفارد في 2018 بعنوان Effect of Experiential Learning أو تأثير العلم التجريبي على احتفاظ الطلاب بالدراسة وتجريبها. ملخص الدراسة إن هم جابوا مجموعتين من الطلاب. المجموعة الأولى درست المواد بتاعتها بالشكل التقليدي اللي هو الشكل النظري بس، أما المجموعة التانية درست بنظام تطبيق مبادئ العلم من خلال الخبرة اللي هي Experiential Learning. والنتائج كانت ان الطلاب اللي درسوا من خلال النظام الثاني اللي بيعتمد على تطبيق عملي للحاجات اللي هم بيدرسوها كان عندهم في المتوسط نسبة 30% تذكر لمعلومات الكورس بعد انتهاء الكورس ب3 شهور، ودي نسبة ممتازة جدا. وكده يا صديقي انت تكون جاهز عشان تاخد الهدية بتاعت الفيديو اللي هتكمل معاك سلسلة الاستفادة من اي كورس انت هتخش فيه، وهو كورس Learn How to Learn. وبجد الكورس ده من اكتر الحاجات اللي غيرت طريقة تفكيري وانا بتعلم اي حاجة، غير انه كمان بيعلمك ازاي مخك بيخزن المعلومات وازاي بيسترجعها. فاسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن. الكورس ده مجاني خالص موجود على كورسيرا، وكمان ليه شهادة وتقدر تستلمها باسمك، والشهادة بتاعتي اهي. لو حاسس ان الفيديو ده فعلا فرق معاك شاركه مع صاحبك اللي محتار ومش عارف ياخد كورس ايه، او طالب علم تايه ومش عارف يبدأ منين. كلنا بندور على علم ينفع بس قليل اللي بيعرف يختار صح. وخليك دايما فاكر ان العلم اللي لم ينفع لن يضرك ان تجهله. ركز على اللي يوصلك وابعد خالص عن الباقي.